العراق يقدم طلبا مهما بشأن مباريات الدور الرابع من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال. عدنان حمد: الأمور حسمت وراح يتأهل قطر والسعودية. حدد اتحاد كرة القدم في العراق دعوته لإقامة مباريات الدور الرابع من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك في ملعب محايد. وتأهل منتخب العراق إلى الدور الرابع إلى جانب منتخبات السعودية وقطر والإمارات وعمان وإندونيسيا، حيث سيتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين إذ تلعب المباريات في شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل. وذكر اتحاد الكرة العراقي في بيان: الاتحاد العراقي لكرة القدم وجه رسالة رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، جدد فيها دعوته إلى إقامة مباريات المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 الملحق القاري في ملعب محايد، دعما لمبادئ العدالة والمساواة ولضمان نزاهة المنافسة. وأضاف الاتحاد في بيانه: الاتحاد الآسيوي قرر رسمياً بتاريخ 16 إبريل نيسان الماضي اعتماد آلية تقديم العروض لاختيار الدولة المستضيفة لهذه المرحلة من التصفيات وفتح باب التقديم لجميع الاتحادات الأعضاء المشاركة، وحدد يوم 21 مايو أيار 2025 آخر موعد لتسلم نماذج إبداء الاهتمام EOI عبر المنصة الرسمية للاتحاد الآسيوي. وأضاف: العراق كان من أوائل الاتحادات التي تقدمت بطلب رسمي للاستضافة، إذ تم تقديم النموذج الإلكتروني عبر منصة AFCAS بتاريخ 22 إبريل نيسان، أي قبل شهر تقريبا من الموعد النهائي المحدد من طرف الاتحاد الآسيوي. وقد أرفق الاتحاد في طلبه جميع التفاصيل والمتطلبات التنظيمية والفنية، تأكيدا لاستعداده الكامل لتنظيم الحدث بجودة عالية. وأكمل: يجدد الاتحاد العراقي تأكيده هذا التقديم في رسالة رسمية ثانية موجهة إلى الاتحاد الآسيوي بتاريخ 7 يونيو الحالي، عبر فيها عن دعمه لمبادئ العدالة والشفافية، وجدد استعداده الكامل للإيفاء بجميع الالتزامات التنظيمية والأمنية والمالية المطلوبة، وبدعم مباشر من الحكومة العراقية والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة. العراق يقدم ضمانات أمنية ولوجستية لاستضافة الملحق الآسيوي. ونوه قائلا: أكدت الحكومة العراقية استعدادها لتوفير كل الضمانات الأمنية واللوجستية لإنجاح الحدث بالتنسيق الكامل مع الجهات القارية والدولية، بما يعزز ثقة الاتحاد الآسيوي في جاهزية العراق التنظيمية. ويؤيد الاتحاد العراقي مقترح إقامة مباريات المرحلة النهائية في موقع محايد، لما يحققه هذا الخيار من مبدأ تكافؤ الفرص بين المنتخبات المتأهلة. زاد في بيانه: الملعب المحايد سيضمن إزالة أي أفضلية محتملة للدولة المستضيفة، فضلا عن توفير بيئة تنافسية تحسم فيها النتائج بالأداء فقط وتحت إشراف تنظيمي وتحكيمي محايد، بما يقلل من تأثير الضغوط الخارجية، إذ إن إقامة هذه المرحلة على أرض أحد الفرق المشاركة قد تؤثر في مبدأ التوازن التنافسي، وهو ما نسعى جميعا لتجنبه تعزيزا للعدالة. كما شدد الاتحاد العراقي بالقول: الاتحاد العراقي يثمن الدعوات الصادرة عن بعض الاتحادات الشقيقة بضرورة الشفافية والوضوح في اختيار الدولة المستضيفة، ويجدد دعوته إلى أن تتضمن آلية اتخاذ القرار إعلانا رسميا واضحا بشأن المعايير والتوقيتات المعتمدة لاختيار الدولة المستضيفة، بما يعزز مبدأ الشفافية والثقة بين جميع الاتحادات. حسنت للقادرين على التأثير. لصالح القادرين على التأثير معروفين، القادرين على التأثير يعني تحكي قطر والسعودية. برأيي نعم. يعني لأن أنت اليوم المستوى الأول راح يكون قطر والسعودية. نعم. ما راح يلتقون. قطر والسعودية راح يلعبون كل واحد مجموعة. بعدين راح يجيك العراق والإمارات. بعدين تجي اندونيسيا، عمان أو فلسطين. نعم. فبرأيي إنه العراق تأخر والاتحاد الآسيوي أخطأ أو الفيفا أخطأ، كان يجب أن توضع آلية. نعم. التنظيم. اللي ما راح يتأهل مباشر ما راح يتأهل من الملحق، لأن الملحق الأمور مختلفة. اليوم برأيي يعني هذه نقطة مهمة لازم يسمعها الاتحاد العراقي، أتمنى أن يوصل. على المجموعة الثانية اللي فيها العراق والكوريا. لا العراق في الملحق خلاص. انتهت كوريا وانتهت. نعم. الملحق اليوم وهذا خطأ كبير كان يجب أن يعني يصير الحديث عنه مسبقا. اليوم أنت ما تعرف الملحق راح تكون على نظام المجموعة في التجمع لمباراتين فقط. نعم. المرحلة واحدة، دوري المرحلة. وأنا أعتقد هذا غير عدالة. يعني كان يجب أن يكون ذهاب وإياب حتى تأتي عدالة، وبالتالي ما كان واضح في آلية تنظيم الملحق كيف
في اي دوله يقام. استضافه المجموعه كان يجب ان يكون، لان انت كاتحاد اسيوي بالاساس وبعدين اتحاد دول، ما تنتظر من هي الدول اللي تكون في الملحق وبعدين تقرر. كان يجب ان تتجنب هذه المشكله وهذا الاحراج، وان تضع بالاليه مسبقا عندما الملحق يقام مثلا للمنتخبات الاعلى في النقاط. على أي أساس المنتخب الإماراتي والمنتخب العراقي يكونون في المستوى الثاني في قرعة الملحق؟ على أي أساس؟ وهم أكثر منتخبين حصلوا على النقاط في المجموعات. تعرفون شو الفرق بين أنك تكون في المستوى الأول أو المستوى الثاني؟ طبعا البطولة أو مباريات الملحق راح تكون على 3 جولات. اللي في المستوى الأول راح يلعب في الجولة الأولى والجولة الأخيرة، واللي في المستوى الثاني راح يلعب الجولة الثانية والجولة الأخيرة، وبين كل جولة وجولة تقريبا يومين راحة. يعني اللي في المستوى الأول راح ياخذ بين المباراتين 5 أيام راحة، أما في المستوى الثاني أو أنت في المستوى الثالث راح تاخذ راحة 2 فقط. هل هذا عدل؟ رأيكم في الكومنت.